وسهلا بالجميع. هذا موعد الحوار بالكبير كما كل نهار أحد من نص النهار حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم على موزايك فام. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام من جمعة الجمعة. شو رأيكم الجمعة هذه لو كان نبعدوا شوية على السياسة والسياسيين، لو كان نبعدوا من الضجيج هذا اللي صاير في عالم السياسة؟ مش معناها مش باش نحكيو سياسة ولا ماناش باش نتطرقوا للشأن العام بتاتا، لأن وظيفتي مهووسة بالحديث في الشأن العام. هي امرأة مسكونة بوجيعة كبيرة، وجيعة وطن، وجيعة حب البلاد، تقول مهما صار ما نخرجش منها. العركة لهنا، معاركها داير ما توفاش، عندها راي في برشا ملفات وطنية، وهي من الفنانين الملتزمين. أعمالها المسرحية الكل تعكس التزامها. من آخر مسرحية عندها ياقوتة لتحكي على المرأة في مختلف مراحل حياتها، على المرأة المعنفة، معنفة ماديا ومعنويا. الأعمالها السابقة كما سلوان ولا حرية اللي رجعت فيهم لوجاعة البلاد، للاغتيالات، الاستشهاد شكري بالعيد والبراهمي. تقدم روحها كمتطرفة في حب الوطن، وبرشا من خصومها شدوا لها زادة تقديمها روحها كيسارية متطرفة. انتقادها واضح جدا للإسلام السياسي وحكمه في تونس، انتقاد خلى برشا يقولوا أنها كرهها للإسلاميين خلاه يمس حتى من أعمالها الفنية. وفما أصلا شكون باش يسألها اليوم بعد شوية، هل الفنان المرهف اللي يحب الجمال ينجم يكون في قلبه الكره؟ تعجبك وإلا لا؟ أثبتت روحها في الساحة بكلمتها الحاضرة ومواقفها الواضحة. هي فنانة ملتزمة وعندها رأي في كل قضايا الوطن، وذلك علاش أنا سعيد باستضافتها اليوم. حوار بالكبير اليوم على مدى ساعتين مع المسرحية الملتزمة ليلى طوبال. أهلا وسهلا بك. عسلامة حمزة. شنو أحوالك؟ لاباس، خلينا نقولوا لاباس. الحمد لله. نهار أحد وفما شمس، دونك فوالا. خلينا نقولوا لاباس. وي. ميرسي على التقديم، ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا. دموعي على شعر، راني نجم نبكي كي كان تزيد هكا معناتها حاجات اخرين، على خاطر مالغري كل شيء معناتها فما وجيعة كبيرة اللي انت تحكي عليها، واللي بعد ساعات تخلي الدموع على مطريف، وتخلي الكلام زاد على مطريف، وتخلي برشا حاجات. وتخلي مالغري كل شيء عندك أمل. كلمة ديما تكتبها باش نرجع عليها شوية آخر. حوار في ساعته الأولى نحكيو مع طوبال المواطنة المتطرفة في حب الوطن. في ساعته الثانية طوبال المسرحية الملتزمة اللي جاها السؤال التالي مثلا. ليلى طوبال نحب نسألها كيفاش معناها ينجم يكون واحد فنان هكا وحساس وفنان ومسرحي وميمتون عنده وجه سياسي عنيف، ووجه سياسي معناها كله حقد وبالحق عنيف معناها، واسكو الايديولوجيا معناها هي اللي تخلي هكاكا ولا شنو بالضبط؟ غساني وجه لك هذا السؤال ليلى طوبال، الوجه السياسي العنيف للفنان الملتزم. ومن بعد قل لي شنو رايك في الموضوع. اسئلتكم تجينا على صفحه موزايك على الفيسبوك، والا على الريبوندر 71 113 013. ضيفتي اليوم ليلى طوبال. البدايه باش تكون معاك من ليلى طوبال المواطنه كما كنت نقول، وبعد شويه باش نستقبلوا مجموعه من الضيوف اللي باش يحكيوا معاك ويحكيوا معنا على جمله من الملفات. نوف العميره رئيس النقابه الوطنيه لاصحاب الصيدليات الخاصه، نحكيوا على الدواء، نحكيوا على زرارق القريب. ليلى طوبال نعرفش كان في بالك زرارق القريب في 3 واش ضرب سومها السنة وصلت ل 54 دينار. الزريقة اللي كانت ب 16 دينار. نوف العميرة يحكي معنا في الساعة الأولى على هذا الموضوع. في الساعة الثانية ساعة الثقافة نحكي فيها على من الملفات اللي فيها. يحضر معنا الياس الرابحي مدير المطالعة العمومية بوزارة الثقافة اللي أشرف على تنظيم البطولة الوطنية للمطالعة. مازال فما امل. اي مازال برشا امل، وتبعتهم محلاهم وكانت حاجه جميله برشا. اكزاكتومون. صباحك امل من العبارات اللي تكتبها ياسر في تدويناتك.
انت المراه اللي تحكي على المشاكل في كل اعمالك المسرحيه، اللي تنقد في الحكام في كل تعليقاتك الفيسبوكيه، نجم تحكي على الامل ليلى طوبال؟ ما نجم نحكي كان على الأمل، على خاطر ما فماش حياة من غير أمل. معناتها أنا على القليلة نقول علاش شنو عايشة إذا كان أنا ساعة يبدأ بالمجد اللي نحس فيه نهالي نسبح متغشة برشا ومتقلقة برشا ما نكتبش ستاتيو. عمري ما كذبت كي قلت التوانسة قوموا خليوا عندكم أمل. ديما فما هكا حتى نكتة صغيرة تخليني نحكي على الأمل. وإحنا تونس بالحاجة العجيبة اللي فيها على قد ما توجعك على قد ما تعطيك أمل. حاجة غريبة فيها البلاد هذية، كل ما تقول سيي هزها الواد، سيي هزها الطوفان، سيي هزها الكره كما السيد اللي كان يحكي سي غسان، تجيك حاجة هكا كي نسمة الصيف، كي مطرة الشتاء، كي نوارة فتحت، تقول ليه مستحيل للبلاد هذية، مستحيل كان تمشي ومستحيل كانت تطيح، وكي تطيح تتمدلها عشرات اللي تجي مش تقف. هذاك علاش عندي أمل، وذاك علاش قعدت في البلاد. واللي قلت قبيله حاجة مهمة برشا حمزة، خاطر العركة لهنا، والعركة هي كلمة ممكن معناها سلبي عند برشا. عركة لا بوني خنيفري، لا اللي هي حاجة أخرى. تعارك باش تبني، تعارك باش تكون، تعارك باش تخلي الأشياء الجميلة تخرج، تعارك باش تنحي الخيوبية باش تظهر الأشياء الجميلة المخبية. خاطر الكل عندنا أشياء جميلة برشا خبوها سياسيين بعركهم وخصامهم، وهم اللي فرقوا التوانسة. واحنا بعد باش نحكيو على الكره داير، وماذا بيا باش ناخذ رايك علاش التونسي ولا يكره، علاش التونسي ولا يكره برشا، ما عادش يعرف يحب. تو بعد شويه تعطيني رايك في هالموضوع هذا. ليلى طوبال، المواطنه المتطرفه في حب بلادها كما تسمي روحك، راضيه باللي وصلت له البلاد اليوم بعد اجراءات 25 جويلية اللي انت كنت ساندتها؟ راضيه بالوضع اللي احنا فيه اليوم؟ حتى تعرف مانيش راضيه حتى تعرف، على خاطر بعد الاجراءات نستناو في حاجه مادية نحسوها واضحة ونشوفوها. ولو أني نقول اللي قلبين الطاولة اللي صار متاع 25 جويلية اللي هو أول حاجة البرلمان اللي تسكر واللي رتحنا. أنا رافي برشا عباد رجعت لهم هكا التبسيمة شوية على خاطر لا فيولانس والطاقة السلبية اللي كانت تتعدى للتوانسة من خلال البرلمان والعرك والخصام أثر في الناس برشا وخليهم خرجوا نهار 25 والناس اللي نادات معناتها بإغلاق البرلمان. إنما معناتها الوقت طويل علينا وممكن قصير على الناس اللي لازمهم تاخذ قرارات كما الرئيس قيس سعيد، كما رئيسة الحكومة اللي أنا فرحانة بها برشا. قوس صغير كنت في جنيف وقت اللي ما زلت كي تسميت وكانوا ناس فرحانين، ناس حتى معناتها مش توانسة يقولوا أول امرأة عربية. أنا نسمع هكا في برشا ينجيوا لها يقول لها تكلم، قول ميسالش راه ميسالش معناتها الخدمة تنجم تجي يا مريناهم تكلموا ما عملوش. معناتها المطالبة بكوني تخرج وتكلم وتحكي، اما لا فما خدمه لا فما كلام، هو لا فما خدمه لا فما كلام حتى لتوا معناتها حتى لتوا اللي خليني نقول حاجه صغيره حمزه. الدمار كان كبير برشا معناتها الخدمه كونك باش تعاود تبني اللي هبط جيرو يجور. معناتها ما نتصورش كان الشيء الكل اللي صاير في القطاعات الكل وفي المؤسسات الكل باش يتصلح اكيد مش باش يتصلح هكا يلزم في يكون نهار فما ولا في جمعة برنامج واضح يخرج للتوانسه فما بدايه وفما حاجه ظاهره. أكيد. هل انت فرحتك اليوم جايه لهذه الاجراءات لخروج النهضه وقلب تونس من الحكم ليلى طوبال؟ الحقيقة لا، لأنه خروجهم من الحكم كان أمر لا ريب فيه. معناتها كانت إجراءات 25 ولا بلاش كانوا خارجين بالنسبة لك مسألة وقت. كانت مسألة وقت، لأنه زاد الناس تنسى اللي صار في 2013. 2013 الشارع هو اللي خرج النهضة بعد الاغتيالات الزوز متاع
اللي خلاو علينا بلاصه قد الدنيا، شكري بالعيد ومحمد البراهمي، هذا الناس نساو اللي النهضه خرجت من الحكم بالشارع. معناتها في 13 اوت الالاف النساء اللي خرجوا اعتصام الرحيل هما ينجموا يقولوا اختيار مش اضطرار، ما حبينا ولا كرهنا هما خرجوا من الحكم. يعني راو اللي يعمل يلقى حتى على مستوى السياسيين. قلب تونس ماذا بيا ما نحكيش عليه، السبب واضح وصريح. انا كنت ضد هالحزب هذايا وضد كل معمل، وانا الناس اللي سبوني واللي عملوا على خاطرني قلت برشا حاجات مربوطه خاصه برئيس حزب قلب تونس. معناتها الناس هذوما شافوا فيسع جاهم الرد اللي قلب تونس كان هما سبب في وصول راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان. يعني هذاك علاش ما تستحقش وما نحبش نحكي عليهم العباد هذوما. ممكن جو في اتر ميشانت، ما فما ما يتحكي بصراحة. حتى اليوم الأشياء اللي نسمع فيها خليني نقول عيب على خاطر اليوم هذايا راهو الناس اللي ما تفرقش بين الإرادة نتاع المواطنات والمواطنين وبين السياسيين. مشكلة كبيرة عندهم، مشكلة كبيرة، لازم يفيقوا شوية على رواحهم. كونوا راو اليوم معناتها حتى حد، جو دي بيان حتى حد، اي كومبخي قيس سعيد، اي كومبخي مدام بودن، ما عنده المفاتح نتاع البلاد. اليوم الشعب هذايا لامبريفيزيبل اللي يقول لهم انا في رمشة عيني طايح الحكومات، سي ان بوبل، شعب امبريفيزيبل. حتى حد ما شادد المفاتح ولا عامل توتيل عليه ولا يقرر له في مصيره. جو لو دي اي جو لو بانس. وهذه حاجه باهيه وحاجه خايبه؟ حاجه باهيه، حاجه خارقه للعاده، لانه الناس اللي تعتبر وكل ما يتقال على الشعب وهذوما مع هذم، لا معناتها فما ناس تحب تونس اللي ماهوش مأمن حاجه تخصه، راه اللي ماهوش مأمن كونه فما عركه. نرجعوا للعركه، راهو الناس هذوما كان تخرج للشارع ولا العركه على البلاد، العركه على الحلم نتاعنا، العركه على مطالب الثوره. اللي ماهوش مصدق اللي صار ثوره كيف حاجه تخصه، الشغل، الحريه، الكرامه وطنيه، حق الشهداء، الحلمه الكبيره اللي حلمنا بها، تونس الاخرى، تونس المزيانه والشابه والمتفرهده والقاريه واللي ولادها يقراوا ويقعدوا هوني، طبتها، مهندسيها، عمالها، فلاحاتها. تونس هذه تونس باولادها بماليها. معناتها ما فماش حاجه، معناتها المواطنات والمواطنين اللي يخرجوا يتظاهروا في الشارع ما فيهم حتى واحد ناوي على يا سيدي على طابوري، على كرسي حمام، حتى واحد فيهم ما ناوي، يكومبخي انا على منصب ولا لا. ناس تحب بلادها، تحب تعيش في بلادها بحريه وكرامه، ويبداو متهنين وكي يخرجوا في الليل ما همش خايفين، وكي يمرضوا يلقاو الدواء. وانا باش نحكيو عليه الدواء. مهم ياسر تقول فيه ليلى طوبى، لكن فما جانب منه للبعض ينجم يظهر وكأنه كلام في شيرة، ولكن مواقف زادة في شيرة أخرى ولا أفعال في شيرة أخرى. ليلى طوبى نعطيك مثال، مواقفك كمثقفة يسارية ما تحبش الإسلاميين، مش هو اللي مخليك اليوم تحمل المسؤولية للآخر بطريقة تهرب المسؤولية على طيف سياسي واسع جدا. نعطيك مثال، برشا اليوم ينقضوا في النهضة وفي الفكر الإسلامي. النهضة في الأخر جابتها صناديق الاقتراع وتوانسة صوتوا لها. اليسار مثلا مشى قدام نفس صناديق الاقتراع ما عمل حتى شيء، بكل توجهاته وتفريعاته وكذا. يعني في عوضنا نحمل المسؤولية الروحي شوية على وضع البلاد، نقول لا البلاد هكا خاطر فما النهضة، ولا خاطر فما زيد، ولا خاطر فما عمر. ما هو البلاد هكا زاد خاطر انت، واقصد من خلالك انت اصحاب هذا الفكر ليلى طوبى، ما عملتش اللي لازم يتعمل. هل في وقت من الاوقات عندنا زاد تحمل مسؤوليه وهنا جايين وبعد في التعليم، في الثقافه، في القيم، في المبادئ، في الاخلاق اللي ماشيه وتندثر؟ مش زاده في جانبكم انتوما ما تعمل حتى شيء؟ الاخرين حكموا ما عملوا شيء داكورد، واللي ما حكموش و10 سنين شنو عملوا فيهم ليلى طوبى؟ انا ديجا القسمه هذيا حمزه متاع هما شعملوا واحنا شعمل، معناتها قلت حاجه صحيحه برشا. المسؤوليه هو واش خاص كان كل واحد يقول انا زاده مسؤول.
معناتها حتى انا ليلى طوبيل كمواطنه، معناتها انا كل يوم نراجع روحي ونقول بالك حتى انا احنا كاعلام خاصه انتم الاعلام. معناتها اذا كان فما تحميل مسؤوليات راو اليوم انا في الحصه نتاعك كي تصير كي باش تصير هكا حاجه لطف علينا ساعه هكا ان بوتيت انسيدون باش نقول لك حمزه سامحني راني انا لانفيتي نتاعك وراك انت مسؤول على اداره الحصه، معناتها فما مسؤوليه حبينا ولا كرهنا. تحكي على صناديق الاقتراع، علينا صناديق يا حمزه نحكيهم. معناتها اذا كان اليوم باش نقولوا الاشياء كما هي راو وماناش باش ندخلوا في الحكايه نتاع محكمه المحاسبات والفلوس، اما احنا من اول الانتخابات رانا من اول الانتخابات رينا العلالش ورينا التليفونات ولينا الفلوس راو اليوم. وبعدك سامحني خليني توا باش نقول على قلب تونس كيف رينا نفس الشيء كراذن اللي فيهم المقرونه وكذا وكذا. معناتها الخدمه بالميزيريا نتاع التوانسه فما اصوات باش ما نقولش الاصوات كلها على خاطر فما لي سامباتيزون والناس اللي تصوروا في لحظه كونوا امنوا بذلك المشروع كونه قلب تونس باش يقف هو سد منيع النهضه. هو نفس الشيء صار مع باجي قايد السبسي وكل مره يصير. دونك النهضه فاش تتحمل المسؤوليه؟ تتحمل المسؤوليه في برشا حاجات صارت في البلاد حبينا ولا كرهنا راه. وخلينا نساو حكايه الكره، خلينا نقفوا لحظه ونقولوا يا سيدي شنو اللي صار، ننساو احنا انتماءاتنا. وانا راني كي قيدوها عليا وقلت انا يسار متطرف، يسار في فلسفته مش في انتمائه السياسي. انا لا انتمي سياسيا، ما عنديش اذا فما حزب اسمه تونس انا ننتمي له ومتطرفه في افكاره وفي حب تونس، معناتها جو سوي وهذايا نعترف كونه سي مون غران ديفو باردون جو سوي اكسيسيف في كل شيء. دونك تحميل المسؤوليه يا ريتهم العباد يخرجوا يقولوا احنا رانا مسؤولين. التفرقيعه اللي صارت في اليسار اذا كان باش نحكي معناتها وقت الانتخابات ماذا بيهم يقعدوا يخرجوا يحكيوا على اللي صار بعد 25 جويليا، يخرجوا يعملوا ميا كولبا يقولوا راو احنا زاده هذا ما صار وهذا ما صار. اذا كان كل واحد اليوم باش يتغطى ويرمي المسؤوليه على غيره راو اون فا با افونسي. سوف كو السفينه ل10 سنين اللي صاروا هذوما شكون كان يقود فيها ولا يقود فيها؟ ما فما ناس شاده الدمان ولا لا؟ هذوكم انا اليوم كي نشوف الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه وايضا السياسيه اللي وصلت لها البلاد ما نجم يكون كان اللي حكموها واللي تحالفوا مع اللي حكموها والائتلافات والترويكات هذوم اليوم راهو العباد مهما كان شنو لونهم السياسي ما نجموش يهزوا جيم يقولوا لا احنا خاطينا واحنا ماناش مسؤولين. لا واذا كان انا اليوم لا تبان نقول انا مسؤوله مع اليوم هما كانوا يخرجوا التوانسه ويقولوا احنا مسؤولين وهاوش عملنا وهاوش عملنا. خلينا نتعداو لحاجه اخرى. معناتها انت للبارح البارح ما زلت حتى الراجل ربي يرحمه اللي نعموا جسود دي كوكالان معناتها تخرج وما زلت ترمي في المسؤوليه. راهو معناتها اذا كان زاد سامي السيفي الله يرحمه وينعمه اذا كان راهو معناتها سا ديفيان حاجه تحشم ولات. معناتها راهو سي تري امبورطون. يمكن اذا كان الناس تحكي على بلاد والديسكور الاخراني نتاع قيس سعيد اذا كان معناتها البلاد هذه راهو على القليله يا عباد ربي على القليله تخرج تقول يا سيدي هانا شعملنا احنا هانا شعملنا اقلهن. انا نعتبر هذا انت بالنسبه لك الفاصل قول شعملنا وبعد تو نحكيو على غدوه كيفاش نعملنا. اي بيان سور نقول شعملنا واللي عمل حاجه يتحاسب زاد حمزه راوه مش عايش عملنا وعايجا نكمل الصينيه. لا انا مع المحاسبه ما نتصورش كونه اليوم فما خطوه تنجم تتعمل من غير محاسبه. انا واحده من الناس نطالب بالمحاسبه. فما دم في الحكايه، فما بلاد فلست في الحكايه، فما الاف الشباب تصفر في الحكايه. ماكش انت جيبوا لنا شكون اللي عمل في بلادنا هكا. معناتها يلزمنا نعرفه ولا لا؟ يلزمنا نعرفه. لكن فما تجارب أخرى تقول ليلى طوبال أنه البلدان اللي غرقت في هذا يحمل المسؤولية لهذا كان مصيرها أسود. البلدان ما تتعدى وما تكبر في أحيان معينة
إلا وقت اللي تعرف تطوي الصفحة. يقال برشا أنه احنا صار فينا العشر سنين هذوما اللي صار لأنه ما عرفناش نطويو صفحة حكم بن علي، والحكام الجدد تاع العشر سنين اللي فاتوا عملوا رواحهم يحبوا يصلحوا اللي عملوا بن علي ويحبوا يحاسبوا اللي عملوا بن علي، فعدد منهم عمل ساعات حاجات أكثر منه. اليوم الناس اللي تنقد فيهم يقولوا انتم مش عملتوا، يلزمنا نحاسبوكم ويلزمنا كذا، فالخوف أنك تقعد هكاك. فما دول ما خرجت من هذا المأزق إلا ما عرفت تطوي الصفحة نهائيا. النموذج الأشهر والأبرز هو نيلسون مانديلا وجنوب أفريقيا، اللي عرف في وقت من الأوقات رغم الفظاعات اللي تعملت فيه وفي شعبه أنه قال جاء الوقت لطوي الصفحة. ناخذ رأيك في هذا الموضوع بعد الفاصل، أنا راجعين. ينظم المعهد الدولي لمعالجة التوكويك رحت من نصف النهار الماضي ساعتين. حمزة البلومي على موزايك FM. شكرا على حسن استماعكم، مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين مع ضيفتي اليوم الفنانة المسرحية ليلى طوبال. نحكيو سياسة، باش نحكيو ثقافة، باش نحكيو مسرح، باش نحكيو مطالعة، باش نحكيو صحة، باش نحكيو دواء، باش نحاولوا نعملوا جولة في المشاغل بصفة عامة اللي تهم التوانسة اليوم. مرحبا بك من جديد ليلى طوبال. حمزة، ميرسي بوكو. كنا نحكي قبيله شوية على تحميل المسؤولية، من تحميل المسؤولية لملف المحبة والكره. سمعتك برشا تحكي على انتشار ظاهرة الكره عنا، انتشار في تعاليق الفيسبوك، ما تحكيش هذيك معناتها حدث ولا حرج، في الكياس في الفروج كيف ناقفوا في صف البلدية ساعات، ولا عنا كره كبير لبعضنا. ثقافة الكره زادة يقول القائل من مش انتشرت بسبب مواقف كيما المواقف اللي كنت تعبر عليها ليلى طوبال. وكنا ناخذوا في مثال نيلسون مانديلا اللي في وقت من الاوقات عرف انه زايد كان باش يحب يحاكم اللي يحاكموه، راي البلاد باش تدخل في دوامه لن تخرج منها، فطوى الصفحه وسامح وتعدى. شنو رايك ليلى طوبال؟ تو الموند ني با نيلسون مانديلا. وي هذاك معناتها حاجه هامه برشا، وما نجموش نكلكيو كما الديمقراطيه. تخش من غادي وتحط هنا، ما تنجمش كما فما وضعيات كما لومبران ديجيتال. كل بلاد عندها الوضعيه نتاعها، عندها تاريخها، عندها حاجاتها الباهيه وعندها مأساتها وعندها الدراما نتاعها. ايش معناتها نطوي صفحه؟ معناتها سؤال بسيط. نطوي صفحة ننسى شكري بالعيد، نطوي صفحة ننسى محمد البراهمي، الحاج اللي صايم فرغوا فيه الكرتوش قدام داره. 10 سنين تو ما صارتش محاكمات، مازلت عندك امل انت انه حاجه وباش نقعد نستنى وباش نقعد لاخر عمري، وكان نموت نقول لهم باش نوصي يجيو القبر يقولوا لي صار في قضيه شكري بالعيد ومحمد البراهمي وسقراط الشيرني والجنود اللي ذبحوهم وهم يشقوا في الفتره. ما تنجمش تطوي صفحه، ما تنجمش في الاف الامهات اللي
كبيدتهم تشويت وتكويت كولادهم مشاو لسوريا وكلموهم بالتليفون قالوا لهم ولدكم مات. ما تنجمش تطوي صفحة، ما تنجمش مادام الجرح مازال محلول، ومادام البلاد مازالت ما وقفتش على ساقيها، ومادامنا نشوفوا في المتشردين يمين ويسار، ومادامنا نشوفوا في الصغار هززهم الواد يموت، نطوي صفحة على شنو؟ ما حشتش بيها باش نطويها الصفحة أنا. والكره يولد الكره، الكره والعنف يجيب العنف. معناتها إذا كان أنت تحب، ومن الدقيقة الأولانية احنا ريناها البلاد قسموها كيما عصا اللي قسمت والمعجزة متاع بين مسلمين وكفار كنا لاباس علينا. معناتها كيفاش اليوم أنا نفرق بينك بيني وبينك حمزة؟ الحاجات هذوما اللي صايره في البلاد الكل، علاش احنا كنا كفاره؟ اي مال شنو لازمنا نعملوا لمحاربه الثقافه؟ ما هو يلزم واحد يبدا ليلى طوبان. شنو باش نعملوا لمحاربه ثقافه الكره؟ شنو لازم يتعمل باش نفهم وانا راهو مادام الكره غالب المحبه راهو ما نجموش نمشيو لبعيد. هنا سمعت لك جمله عجبتني ياسر في راديو مونتي كارلو في فرنسا، قلت كل شيء مربوط بالحب، الانسان اللي يحب ما ينجمش يعمل الخايب. اي كيفاش نعملوا باش نقول باش نرجعوا له الحب؟ باش نقول لك انا نعتبر اللي البلاد هذيا واقفه على نساها ورجالها، وانا عندي برشا نخمم فيها حمزه. الحكايه خليوا السياسيين بين بعضهم اللي باش يعملوا واحنا انا خاطرني مثلا ما عادش حاضره برشا على الفيسبوك، مش على روحي انا خاطر سيء ما عادش يهمني، عندي برشا والحملات من الناس الكل، معناتها مش تقول من نهضه برك، لا شخت بالحملات من يمينا يسارا، يمينا يسار. انا نقول اللي يكتب يسحل يسيب العنف على اي حاجه في البلاد يسال روحه سؤال، أنا شنو باش نبدل في الوضعية هذية كي نسب حمزة ولا ليلى طوبال ولا اللي هو كي يلقى روحه ما هو باش يبدل حتى شيء. ممكن يعاود. أنا نقول للتوانسة اللي هما وقت الحزة تلقاهم سيساسكي اكسترا اوردينير، واللي فرقتهم السياسة وفرقتهم انتماءاتهم وفرقتهم حتى أفكارهم ومواقفهم. خلي السياسيين ويجاو نبنيو احنا ندزوا بيك، حتى حد ما يحب يبني حتى حد ما يحب يلقى حلول، وفما والمجتمع المدني يجاو نقصوا احنا من الكره بالكش نعلموهم يجاو معناتها على خاطر انا كنت انا مثلا في الانتخابات قلت انا مش مستعده نخسر صحابي في جرة الكانديدا هذايا مع هذا ضد الاخر ومع هذا ضد الاخر، وديما مواقفي مع السياسيين. لنهار هكا قلت حاجه خايبه في معناتها عباد مختلفين معايا في الراي ولا اللي هو دونك هالحب هذايا اللي بالمجد حتى شيء ما هو باش يصير اذا كان معناتها ما تصيرش هتشدك ويجا ميسالش مختلفين تشعلينا فيهم. تهاو كل مره واحد يطلع لنا بطلعه، تهاو انتم دفعتوا على فلان وعمل هكا. راهو السياسيين عندهم عركتهم وعندهم مشكلتهم. يجاو نزرعوا جنينه اللي قال عليها شكري اللي فيها 1000 ورده باختلافنا، واحنا محلينا مختلفين راه وحمد كل لله ورده ولونها وكل ورده وريحتها، كل ورده ولونها وريحتها وبلاصتها. يا دا بلاس بوغ تو الموند، يا دا بلاس بوغ تو الموند. راهو كي تنحيني انا من الكرسي هذا ما تنجمش تقعد فيه، ولا تنحي حمزه على خاطر هذاك الكرسي نتاعو وانت عندك 1000 كرسي وكرسي تنجم تقعد فيه. دونك هذايا لابيل نتاع خلي السياسي راهو مش باش يبدل حتى شيء. راهو انت كي باش تسب صاحبك على خاطر هو يدافع على السياسي راك ماكش باش تربح حتى شيء. بل معناتها انا نقول نهار لحد يمشوا يحطوا فيم كسكسي بالبن وفي حوزو يضيعوا وقتهم لا بالحق يتلموا سيرتو ديمانش لما عائليه وكل شيء. كيفاش نجموا نعملوا احنا باش نبدلوا ولو شويه؟ اي شويه بيان سور. وتقول احنا انتم زاد حمزه سامحني سي فو بيرميتي معناتها بعد ساعات تشوف دي بلاتو وتشوف في الراديوات معناتها لي كرونيكوز لي كرونيكور اللي يسيبوا معناتها طاقه نتاع عنف. راه بعد ساعات الصيح تعمل هكا تنقص في الفوليوم.
صدقني انا ما عادش عندي سنين ما عادش نتفرج في التلفزه، وقريب شويه زاد باش يخلط عليها الراديو، باسكو او بو دا مامون سا سوفي. معناتها او بو دا مامون الكلنا قاعدين رانا نبنيو في الجبل هذايا نتاع العنف، على خاطر يا اخي العنف جاي من الكره. بركان وربي يقدر الخير نهار اللي ينفجر علينا هذا البركان تاع العنف. ليلى طوبال ما تراش انه كل ما نحكم كيما قبل 25 كيما بعد ياسر على مشاكل التونسي اليوميه. بعد شويه باش نحكيو مثلا على الدواء وعلى زريقه الجريب اللي سنة خذت كبوت، في معنى انه الناس ما زرقوش، مش خاطر ما يحبوش يزرقوا بتاتا، على خاطر اسعارها ولات خياليه. اما قبل مشكل الدواء نحب نعطيك اخر ارقام الادمان في مكاتبنا، وانا نعتبر واحده من المشكلات الاساسيه اللي عندنا هو اللي صاير في مدارسنا. المدارس ليلى طوبال، انت مش نحكي الليسي، نحكي مدرسه. نبيل بن صالح رئيس الجمعيه التونسيه لطب الادمان قال للشروق اليوم ظاهره الادمان على الدخان وغيره من المواد، اسمعوا معايا مليح، تعديت من رقم اللي هو كان ديجا يدوخه 18% تعديت ل 25%. يعني صغير في المدرسه تقريبا، صغارنا في المدرسه على كل 10 صغار فما 3 يتكيفوا ولا يستعملوا في مواد مدمنة. مش هذه المشاكل اللي لازم نلقاو لها حل عوض أنا مع قيس ضد الغنوشي وأنا مع زيد ضد عمرو وناكلوا بعضنا ونقعدوا نتعاركوا، وبعد تعطي لهذا يحكم، المشكلة هذا ما يعمل فيه حد شيء، تعطي الآخر يحكم، المشكلة هذا ما يعمل فيه حد شيء. بالعكس من 18 ل 25% على كل 10 صغيرات فما 3 مدمنين. ليلى طوبال رقم مفزع، وانا نخاف برشا، نخاف كي نسمع ارقام كما هكا. ونتذكر حمزه نهار في حمام لم وقفتني وي بيان سور ولات هي تبكي وانا نبكي، تقول لي يا مدام ليلى كيفاش نعملوا، راو الزطلة تتباع قدام المكتب، ولا راني خايف على ولدي نخرجوا معناتها واحد كيفاش ولا يبعث ولده للمكتب ولا بنته يلقاه مدمن على فما اكثر من زطلة اليوم، فما الحرابش صغار، حرابش ودخان وزطلة وصغار، حاجة تخوف برشا، حاجة تخوف، على خاطر هذيك تونس متاع غدوة ومتاع بعد غدوة ومتاع بعد 10 سنين. شفنا ليكا متاع العنف وكل يوم قاعدين نسمعوا، عندنا برشا، عندنا سنين حتى حد ما عمل حد شيء حمزة، حتى حد ما عمل حد شيء. كيفاش اليوم نرضاو على رواحنا، كيفاش اليوم يجينا النوم، كيفاش اليوم معناتها نتعاركوا مرة أخرى على معاه أو ضد وعركة من عركة، ألوغ كو احنا فما حاجة معناتها تغلغلت في أعز ما عندنا. صحيح. 10 سنين ناسينهم، صغار أولادنا، معناتها راهي تونس متاع غدوة، اش باش نخليولهم، اش باش نعملولهم، كيفاش باش نمنعوهم. معناتها إذا كان احنا لاهين وفما حاجة لازم تتقال العائلة وين يا حمزة قبل ما نخلطوا للمكتب، راهو فما ان سوكل دو فالور ما تنجم تعطيه. يقول لك احنا قبل كان يقولوا سامحني في الكلمة مش متربي، والديه ما رباوش. علاش؟ على خاطر الصغير متسمي على التربية اللي خذاها والأخلاق اللي عدوها له أم وبوه. اليوم فما زادة حبينا ولا كرهنا اون سورت دو ديميسيون، على خاطر زادة لي بارون عندهم مشاكل كبار، مشاكل كبار، مشاكلهم الاقتصادية ومشاكلهم في الخدمة ومشاكلهم في كذا، اللي هو ماهوش سوني با اون ريزون باش الأولاد يخلصوا مشاكل الكبار. معناتها يلزم اليوم العائلة تفيق شوية على روحها باش تنقذ ما يمكن إنقاذه. راهو إذا كان فما طوفان اللي نحكيو عليه ماجو مفروض دو لا بوليتيك بالمجد حمزة. أنا بالنسبة لي الأوطان مبنية على الإنسان، والإنسان يبدأ كطفل الصغير اللي من حضن أمه يمشي للروضة من بعد المكتب باش يلقى عاد يلقى الشيء الكل اللي نسمعه فيه كل يوم.
اكثر حاجه واكبر مشكله اليوم عندنا اللي بالنسبه لي هنا في تونس اللي يلزم الناس الكل تقفلها وتفيق لها وما تستناش مسؤول. تي مسؤول شنو؟ تي راهو احنا حياتنا، راهو كبدتنا دمنا ولحمنا، معناتها كيفاش تقعد تستنى قرارات اللي وحتى كنت تاخذ معناتها تمشي. اذا كان اليوم لا فامي والمعلمين والمديرين، نذكر كنت نقرا في مكتب لونفونتين، كانت عندنا مديره مدام بن صالح حمزه الصباح تبدا تبوس وتعنق فينا، وانا واحده من راني كنت نموت عليها. راهي اكل حنانه اللي تبدا خالتي خيره المراه اللي لاهيه بينا وتجيب لنا الماء وكل شيء، راهي تبدا تبوس فينا وهذيك تقول رد بالك تضرب صاحبتك، رد بالك تعملها. ما حتى كانت فما حاجه، كانت فما ناس ونعاودوش نرجعوا للحب. راهو الوالدين حتى كي يتعاركوا تعارك في بلاصه ابعد على اولادك، ابعد على صغارك. خذ درجين وقرا له زوزوسترا كي يجيب لك تفتف له انا جو سوي كونك تفتف له حوايج وتفتف له كارتابل وتشوف له سي بيرمي. ما تعطيهش التليفون وتقول له شد اختاني من وجعة الراس. وتقعد لا 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 لا. معناتها علاش قلت لك اليوم لي بارون عندهم مسؤوليه كبيره برشا. ما نجموش نلوحوا كل شيء على المدرسه اللي هو مشكله كبيره التعليم. وقاعدين نشوفوا سامحني يخرج ما ينجمش يركب جمله مفيده راهو دي باشوليي ولا معناتها هذه راهو يلزمنا نقولوا هذه مشاكلنا. ما هذا علاش خذيت لك هذا النموذج ليلى. باش نقول لك مش هذه مشاكلنا اللي كان عاطي ربي راهو اجتماعات الحكومات عليها، اجتماعات الوزراء عليها. شوفوا رواحنا شعملنا الرقم هذا عملناه كان 18 ونقولوا كيفاش نهبطوه يولي 10 وغدوه يولي 5 وبعد غدوه نحيوه. اخي احنا تلقانا وانت قلتها في موضوع العنف ضد المراه وهني راجع لها من بعد. ولينا مكتب دراسات تخرج الوزاره تقول لك والله وانا كذا 18% وعندنا عنف 50 امراه ماتوا وعملنا وعندنا اي سامحني. وبعد ما اعطينا هذه الارقام شنو عملنا؟ يعني في نفس هذا الاطار قاعد تقول لك في هذا. وبعد ما نقولوا الدياغنوستيك تاع وضعيتنا 10 سنين في القرايه ما عملنا شيء، في صغارنا ما عملنا شيء، في كذا بعد ما نعملوا التشخيص ثم ماذا؟ احنا عندنا 10 سنين في التشخيص. هذا هو. عندنا 10 سنين نخرج نقولوا توا هذايا هاك عطيت انت قلت من 18% تعدى 25%. توا نقولوا علينا وتوا هكا اون فا معناتها هكا نبهتوا ونخرجوا كيفاش وكل شيء. ومن بعدكش تجي تشوف الحقيقه توا لطف علينا ساعه معناتها بعد عام تلقاها. علاش؟ على خاطر بخلاف كوني البلاد عندها برشا مشاكل برشا مازالت ما تعرفش الاولويات. انا جي لامبرسيون اللي مازالت معناتها يا با دو بريوريتي. راهو لا بريوريتي هو الانسان التعليم والصحه. ظهر لي متفقين فيهم هذوما. الصحه موضوع حديثنا مع اول ضيوفنا اللي يلتحق بيك اليوم ليلى طوبال. ركاب سبور حيدر الشهرني كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 إلى 7. البرنامج اللي يحطك في قلب التصويرة، أخبار، حوارات، متابعات، وانت في عمق الرياضة التونسية. من الآخر 24 ساعة في 30 دقيقة. أنا حيدر الشهرني ونتقابلوا كل يوم من 6:30 إلى 7. موزايك FM، الإذاعة الأولى في تونس. لقضاء أمتع سهرات الغيفيون سني مع ألمع نجوم الغناء العالمي. نصف النهار الماضي ساعتين حمزة البلومي على موزايك FM. حتى الماضي ساعتين في حوار بالكبير اليوم مع الفنانة المسرحية ليلى طوبال. نحكيو في الكثير من مشاغل التوانسة، نحكيو سياسة، نحكيو تعليم، نحكيو صحة، باش نحكيو بعد شوية زادة ثقافة. وشنو أهم من الإنسان؟ كنت تقول ليلى طوبال والإنسان هو بالأساس تعليم وصحة. حكينا شوية على التعليم، جاء وقت نحكيه على الصحة. جاوب الخبراء.
اخترت اليوم يحضر معنا سينوف العميرة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة. أهلا وسهلا بك سينوف. خير، مرحبا بكم. صباح النور. صباح النور، عايش. شكرا لك على تلبية دعوتنا. تلقيح القريب سومه تضاعف أكثر من 3 مرات. نوف العميرة من 16 دينار وصل اليوم ل 54 دينار. التوانسة عامناول كان نذكر مليح أقبلوا بكثافة كبيرة على التلقيح للي تقطع على التلقيح، وبدينا نشوفوا منين نجيبوا ومنين كذا. السنة أكثر من 100,000 جرعة ما لقات شكون يستعملها خاطر الغلاء الرهيب في الأسعار. شنو اللي صار في سوم زريقة القريب نوف العميرة؟ سوم القريب هو سيفري ضعف برشا، معناها السنة السعر تاعو أكثر من 3 مرات الضعف. هذا ما هوش غلطة الدولة التونسية لا حتى حد. المخبر قرر باش يبيعه بالسعر هذايا. السعر هذايا زاد خاطر زادوا فيه طفرة أخرى ولا كوادريفالون، معناها تترافالون سامحني. كان قبل فيه 3 طفرات ولا فيه 4 طفرات. وبيان سور مادام الكاليتي نتاعو تحسنت باش تلقى فيه اكثر سعر. وفما زاد سوق عالميه وفما عرض وطلب. ماك شفت الطلب عملوا كيفاش في العالم اجمع، مش كان في تونس بالضبط. دونك باش يطلع السعر هذا كان من المنتظر. بون مش باش نحل ياسر ملف هذه الشركات اللي معناها من غير حتى حشمه المخابر من 16 ل 54 كمان. معناها نجم نفهم انه سوم يغلى يضاعف 3.5 في العالم الكل كما قلت انت، مش عادي. ولكن فما دول فيها هذا النوع من الأدوية ما تنجم تاخذه، وخاصة هو مجعول ناس كبيرة شوي في العمر بالأساس. وبالتالي عندك اون بريزون شارج من بعد أنا نخلص وأنت ترجع لي فلوسي. النظام الكنام ولا الرومبورسمون ولا هل في تونس زرقة القريب يرجعوا فلوسها نوف العميرة؟ في المنظومة تاع التكفل اللي هي ريجيم دو باز تاع الكنام لا. بالنسبة للشركات الخاصة للتأمين نعم موجودة. ولكن في منظومة سي ان اس اس ريجيم دو باز يهم التوانسة الكل معناها التكفل تاع التوانسة الكل معناها في ظل نذكر كنا حكينا عليهم الجمعة اللي فاتت. مئات الآلاف من المتقاعدين اللي ياخذوا 180 دينار في الشهر. زريقة القريب برك ب 54 دينار ولا مجال للتكفل بها. تعرضتوا المشكل هذا مع الوزارة نوف العميرة؟ فماش إمكانية يعملوا هما الديفيرينس؟ فماش حكيتوا فيه الموضوع؟ حكينا فيه شوية مع الوزارة عن طريق معناها المستوصفات نتاعها تاخذ كمية تاع 50,000 تحاول توزعها على الفئة هذه. 50,000 تحاول توزعها على الفئات تبقى كميه صغيره شويه بالكل. وزيد راهو فما ملاحظه بالله راهو القريب احنا عملناه ما جاتناش. لو عندنا عامين احنا ما تقابلناش مع القريب. دونك هيك علاش السنه راهو باش يكون معنا قوي شويه ومخطر شويه. وفما زاد الاطفال اللي ولدوا من 2019 لليوم ما تقابلوش مع فيروس القريب. فوالا دونك فما شويه خطر. احنا ديما نقولوا راهو باللي سوم 54 دينار باللي سيفري زاد برشا باللي، لكن تبقى ديما الوقايه خير من العلاج. معناها اليوم راهو صحيح هو 54 دينار برشا، لكن راهي الوصفه الطبيه اليوم اغلى برشا من 54 دينار. اللي ما في حاله شنو باش نعمل؟ هذاك علاش قلت لك شنو عملنا مع الوزاره. هي التكفل هي خساره معناها. ما فماش الكنام راهي كان انا حكيت مع المسؤولين تاعها كان بيودهم معناها في الفتره هذه الكل العامين هذوما اللي تعداو صعاب علينا صحيا وزاده ماليا خاطر فما التكفل ما صارش. لكن اليوم الكنام من شي اخرى تقول لك انا نغفق ديجا في الدويات الاخرى اللي ما نجمش نجاوب. وغاطسه في الديون جوستومون. هي باش تكلف 50 مليون دينار. 50 مليون دينار ممكن 50 مليار وما فماش. اجمالا نوف العميرة موضوع الدويات حكينا فيها اكثر من مره. انا هذا خذيته كمثال. هذا دواء موجود ولكنه سومه يخليه تقريبا انكسيسيبل للالاف. فما ادويه اخرى مش موجوده اليوم وعليها ضغط كبير، وهذا المشكل ما زال متواصل. باش ندخلوا في انا نستانس وانه الدويات مش موجوده تاخذوا الاوردونانس وخاصة نحكي السبيطارات، ولكن من بعد ما تلقاش دواء. تنجم تلقى عدد منهم عند الفارماسي، تنجم زادة فما اللي ما تلقاهمش أصلا حتى عند الفارماسي. شو دخلوا في استئناس أنه الدواء ما فماش؟ لا ما لازمناش نستانسوا بها الوضعية هذه، ولازمنا بالحق معناها نقاوموها بكل ما أوتينا من قوة. خاطر احنا عندنا المنظومة نتاع الأدوية في تونس هي مثالية خاطر هي مركبة على منظومة اجتماعية وشوية ليبرالية وخاصة
وليبرالي. أي. دوك معناها مثلا اليوم فما اختصاص حصري للدوله في التوريد اللي هي اللي حاجه هايله خاصه لتونس وباهيه تعدل الاسوام. اي وعندنا صيدليه مركزيه اللي هي لبس عليها في الاصل وما عندها حتى مشكله. أي. معناها من بعد هي تلقى الدوله هي اللي عملت لها المشكله، هي لبس عليها ما عندها حتى اشكال. دونك هذه كل المنظومات اللي تخلقت اذا كان باش نكسروها ممكن بعد نتعبوا باش نرجعوها اكيد. دوك اليوم لازم نحافظوا عليها، نعطيو ما نحلوش مشكله بمشكله. اليوم منظومه التقاعد عندها مشكله كبيره. أي. هي اللي هربت منظومه الصحه. دوك اليوم ما تحليش مشكله التقاعد على حساب الصحه. نحكيو شويه في الكواليس. قبيله انا وفي الاميره قلت راهو التشخيص صحيح نعملوا فيه، انا عملت 100 بلاتو على الصحه وكذا، نفس التشخيص، حتى الحلول موجوده وتتقدم مال شنو اللي ما وفما اتفاق ما بين الاطراف وناس متفقه وتقول لك هذا هو تشخيص كذا والحلول هو مال شنو اللي الشجاعه السياسيه ناقصه. الشجاعه السياسيه فما قرارات لازمها تتاخذ اليوم كيما هكا. ما يجي واحد يقول مش معقول باش نحلوا مشكله التقاعد على حساب الصحه، لازم نحلوا مشكله التقاعد وحدها، والصحه راهي لاباس عليه. الصحه اليوم الفلوس اللي موجوده عند الكنام تكفي باش الصيدليه المركزيه تخدم بكدا، باش الصيادله يخلصوا في الوقت، باش السبيطارات يخلصوا في الوقت. الفلوس هذه اليوم الكنام تحب على الصناديق الاخرى 6500 مليار. هذه كلها من منظومه الصحه. يعني منظومه الصحه الله منها مازالت شاده روحها شويه. ونرجع لك لهنا ليلى طوبل كلام اللي قلناه قبيله، قلنا في التعليم 10 سنين شعما في الصحه معناتها مش هذه، مش على هذا يرتكز الانسان اللي ما عندوش صحه وعنده جاعه في راسه على الصحه وما يعرفش صغاره فاش قاعدين يقراوا وكيفاش قاعدين يقراوا، مش مازال باش يخمم في حاجات اخرى ولا باش يكون عنده بال ولا ما يكرهش البلاد وما ينقمش معناتها القرارات والتشخيص ناقص كان الكل نعملوا لهم كواتروات هكا ونشوفوا بازار نعلقوهم ونقول لهم رانا قاعدين ناخذوا في قرارات مش مسموح. انا كل شيء نجم نقبله الا عبد مريض ما يلقاش دواء وما يلقاش طبيب وما يلقاش فرج، ومانيش مسامحه الناس اللي تصبوا في آلاف التوانسه اللي ماتوا بالكورونا على خاطر عركه سياسيه. مانيش مسامحه. انا نهارت فينت بابا فما واحد بالكورونا جايبينه تعيش وترحم معناتها عائلته بعيده واقف عليه من بعيد فاكر واحده الكحل. راو هذه الكل شفت سيادتك الكلام اللي تقول فيه والبلاتوات اللي عملهم حمزه، راو هذا الكل ما ينفعش. راو اذا انسان نحيله صحته ويبدا ملوح في سبيطار ولا في كلواغ ولا بلاش دواء راهي ما عادش اسمها دوله. راهو زاد اذا كان الناس ما تنجمش تفهم اللي الدوله مبنيه على الاخلاق واللي اول الاخلاق كونه اول حق كونه العبد اللي يبدا مريض يداوى. راهو بالنسبه لي معناتها رانا كيفاش حاجه كيما هكا تتخبى بمشاكل اخرين. راهو امشيو شوفوا السبيطارات ما نجموش، ما عندناش الحق حمزه، ما عندناش الحق. احنا كنا باش نموتوا، ما عندنا الحق في الدواء، عندنا الحق زاده في الكرامه وقت تمشي للسبيطار مش تاخذ رونديفو بعد 6 أشهر. معناتها اليوم العباد اللي تبدا تتكلم في الراديوات والناس اللي لاهيه معناتها الاعلاميين واللي ما عندوش واللي في دشره واللي في وحده كيفاه اليوم معناتها السبيطارات تونس الكل ما فيهاش ديسكانير. شنو اللي وصلنا لهذا؟ نسيتوا الطبيب اللي تحمل الاسانسور توفى، الاسانسور ما تعمل فيه شيء لليوم راهي مصيبه عظمى. راهو اليوم احنا رامين باش على مشاكلنا اللي تخلينا نحسوا اللي احنا موجودين في بلادنا واللي احنا عندنا كرامه. علاش انا قلت لك قبيله، شفت علاش قلت لك قبيله كيما رغم نعاود نقول صحيح رئيس الحكومه تو مسكنا عندها بضعه ايامات ملي شدت ولكن ما تحسش انه الامور تطورت في ال10 سنين بالحكومات اللي جات CDO وديبا. صحيح البعض منهم حاول يعمل، ولكن في نهايه المطاف 10 سنين ماشيين في 11 سنه وماشيين
من أسوأ إلى ما أسوأ منه. اي بعد انت كي تسمع في الاعلام يقول شوف العباد دخلت على شهر ديسمبر ولا لا. ولا معناتها سامحني توا واحد كي يخرج يقول حاجه كي من هكا شو يولي مو تحكي لي على الكره شو يولي التونسي يقول لك انا معناتها ديجا من اللي سمع مسؤول قال الكلام هذاك ما يوصل هو راس الشهر وقت شهريته كان ما ديجا سيء بالعنف والكره على مرته وصغاره وفي خدمته في الكيس وفي الدنيا الكل. دونك هذاك علاش الامور الكل مربوطه في بعضها. تتلفت هكا تلقى 25% ادمان في المكاتب، تتلفت هكا تلقى 54 دينار راهو كي بداو زوز وثلاثه في العائله راهو سي ان فورتون سي ان سالير. معناتها يقول لك العباد مش لازم مانيش باش نزرق زريقه القريب ويقعدوا ما يزرقوش مخطر ولا مش مخطر ما عندوش حل باش يمشي يزرق ما عندوش فلوس سي اوسي سامبل كو سا ما عندوش فلوس ما ينجمش. دونك الامور هذيا المواطن ماهوش معني يا ما هو معناتها يقول لك انا نحب كي نمرض يداويوني ماهوش معني شنيا الحكايه نتاع التقاعد خاصة منهم اللي هو يخلص ديجا وعنده ينحيوا له الديرون وينحيوا له بالشهريه وكذا ودرا شنيا اللي عامل كوتيزاسيون علاش ما عندوش الحق في القريب كو سوا منظومه السي ان اس اس ولا منظومه البريفي. معناتها انا هاني في السي ان اس اس معناتها غدا نمشي نعمل واحد يقول لي يا سيدي انا ما عنديش باش نخلص ايش نعمل انا وامي معناتها ما فماش احنا مشينا للسبيطارات ليلة طوبال صورناهم في الحقائق ورناهم الجمعة اللي فاتت شافهم معانا زي نوفل وراو السادة المستمعين فيهم شكون شافهم يعني المسيكنة هي اللي تلقاها فارماسي تقول لك هذا ما فما اعطيناها روسيت تاع امرأة كبيرة فيها 5 دوايات مزمنة ما فما منهم حتى واحد. قتلوا تفرض والله مسيكنا قتلوا المرأة ما لقيت لها حتى دواء حتى دواء. اي شنو هذاك قتلوا ما عندي منع من برا يمشي للوزاره ما فماش دوايات ما فماش معناها شنو فهمت شنو يعني معناتها شفت يا با لونتون دوكيومونتير على لبنان لي فارماسي ما عادش فما دولي معناتها نقعدوا نستناو نوصلوا حتى الغديك باش نفيقوا على وضعنا معناتها راهو فما حاجات ما تستناش. هذه هي الاشكاليات الحقيقيه نتاع التوانسه. ومن هذه الاشكاليات نوف العميره انت عندك سؤال في الثقافه المره هذه لليلى طوبال الثقافه اللي باش نحكيو فيها في الساعه الثانيه مطولا. اعطيني سيدي سؤالك لليلى طوبال. انا عندي زوج سؤالات مدام ليلى. تفضل. اول حاجه علاش احنا نشتركوا مع القطاع الثقافي اللي الطاقات التونسيه في القطاع الصحي ما تنجم تبرز وتبان وتعبر على معناها الكاليتي نتاعها الا كي تخرج للخارج. هل احنا مطالبين باش نخرجوا للخارج اليوم باش نبرزوا ونبانوا خاطر راهو قاعدين خارجين اليوم يهاجروا مش خاطر عندهم مشكله ماليه في تونس خاطر عندهم مشكله تاع ريكونيسونس ان بروبليم دو ريكونيسونس. ثاني حاجه علاش في المستشفيات نتاعنا احنا ما فماش حتى نوع من انواع الثقافه. معناها اليوم تلقى تابلو بي تلقى موسيقى تلقى عرض عرش داير حتى شيء. الور كو فما مثلا ناس راهو تقعد في المستشفيات لمده طويله تبقى غادي بدون حتى يقولوا احنا حاجه تطلع لها المعنويات تاعها باش تنجم اللي هي تقاوم هاك السقم. والمعنويات مهمه جدا هي شطر الدواء. ليلى طوبال الهجره للخارج وانت من الناس اللي اختاروا انهم ما يهاجروش ثم موضوع الثقافه في السبيطارات. اللي يحب يبرز ما نعرفش انا مانيش معنيه بالموضوع هذا. معناتها انا نعمل في الشيء اللي نعمل فيها على خاطر نحبه اول حاجه. مانيش نستنى باش يعطيني المسرح حتى شيء لا باش يردني مشهوره لا باش يردني نحكي على روحي. معناتها كنت نجم جاوني برشا فرص في حياتي باش نمشي نعمل كارير لبرا وانا صرتي بالمجد معناتها ما نجمش انا كي نغيب شهر دونك الناس تنجم تخرج. الناس الكل لي زامبيسيون ne sont pas les mêmes pour les uns pour les unes et pour les autres. الطب كيف اما الطب بالذات والمعلمين والاساتذه مسؤولين على البلاد هذه. مش معناتها الفنان لا معناتها الطبيب خاطر ما فماش
ما تنجمش تقارن فنان بطبيب. سي فغي كي معناتها يحكي على الطب التوانسه وعلى لي زانجينيور وعلى الاساتذه كل شيء. الفنان حاجه اخرى، ثقافه ما برشا حاجات تتعمل للولاد الصغار. هتا نجيو ماذا بيا تحكي لي عليها باكثر تفاصيل في الساعه الجايه، الثقافه وخاصه في المستشفيات. الساعه الجايه هي ساعه الثقافه، ساعة ليلى طوبال المسرحية الملتزمة. راجعين بعد الأخبار.